واحد التصريح عبد الله بن كيران فاش يعني استقبلوه 3 ديال البنيات بالتمر والحليب. نسمعوه ونكملوا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، تبارك الله عليك بنيتي، وما تعطلوش بالزواج. لا جاب الله شي راجل فيه ما يدار، توكلوا على الله. الله يخلف. يسلمك. الأميرة الصغيرة. هذه سبحان، تبارك الله عليكم. باقي شي الله يرحم بها الوالدين. فين كاين المشكل في هذا التصريح هذا ديال السيد عبد الله بن كيران؟ الله يرحم بها الوالدين. دابا بكثرة الملحدين والشيوعيين واللي حاقدين على العداله والتنميه كثروا في البلاد ووصلوا الميساج لوحدين اخرين ماشي من البلاد. لا، عبد الله بن كيران راه كيشجع على تزويج القصيرات. شنو قال لك لبنيتها؟ قال لها بنيتي، على الاقل ما قالهاش الاخت. لو كان قال لها الاخت لديك البنيته الصغيره ديال مثلا عندها 14 عام تقريبا، تقدر تقول علاش ماشي اخت، هذيك بنت. دابا تخلص لكم السيد عبد الله بن كيران بالكهنوت. هذا هو الكهنوت، راه هذيك راه كيعتبرها بايره. الكهنوت الشيوخ ديال السنه راه هذيك كيعتبروها خصها يكون عندها الاولاد. السيد عبد الله بن كيران راه الفكر ديال الاخوان، الفكر ديال الاسلاميين مختلفين على الكهنوت. ما بقاش تغلطوا، ما تمشاوش غالطين. السيد عبد الله بن كيران، حنا الاخوان، حنا عندنا الفكر ديال الاخوان، حنا كنامنوا بالاسلام والسياسه وما عندناش داكشي ديال تزويج القصيرات. دابا نرجع لكم للخطاب باش نفهموا لكم بالخشيبات. دابا ملحدين وهاد الناس اللي حاقدين على العداله والتنميه جهلاء للاسف الشديد، مدهشرين. السيد عبد الله بن كيران شنو قال لك لبنيته؟ قال لها بنيتي اولا، يعني كيعتبرها بنته يعني صغيره اولا، ما كيعتبرهاش اخت، ما كيعتبرهاش امراه، كيعتبر بنيته صغيره. قال لها بنيتي ما تعطلوش في الزواج. راه كاين الفرق ما بين ما تعطلوش في الزواج وما بين وضو تزوجوا. هذه عاوتاني خص نبقى نفهموا لكم بالخشيبات وندوكم للتحضيري للراود نقريوكم ولا كيفاش. مؤسف جدا ان اللي كيديروا هذا الشيء شي وحدين بعقلهم قاريين وبعقلهم هنا كيبقى في الحال. حيت احنا دابا كنتشاركوا هاد البلاد هذه مع واحد الناس مزلجين الريوز ديالهم من الفولاد بحالهم بحال الكهنوت. راه الملحدين بحالهم بحال الكهنوت، حاقدين وما عندهمش العقل. السيد عبد الله بن كيران راه قال لها بنيتي اولا، اعتبرها بنيتي صغيره اولا. ثانيا قال لها بنيتي ما تعطلوش في الزواج، يعني راه باقي عندكم الوقت، يعني غير ما تعطلوش ما تاخروش. يعني فاش توصلوا الوقت ديال الزواج تزوجوا. الوقت ديال الزواج راه معروف في القانون، الله يرحم بها الوالدين، معروف فوقاش كتزوج البنت من 18 عام للفوق. الا كاين عندكم شي زواج قل من 18 ما عرفتش، هذيك البنيته غتكون عندها واحد 14 تقريبا وهي مازال راه غادي تقرا قرايتها، راه مازال. دونك راه ما قالهاش بنيتي نوضوا تزوجوا. لو كان قال نوضوا تزوجوا نعاتبوا على السيد عبد الله بن كيران. ما قالش نوضوا، قال له ما تعطلوش الوقيته اللي توصلوا للزواج، ما تعطلوش زعما ما بقاش تبقاو هذيك 30 25 ما تعطلوش. راه كاين الفرق على المبنقلين على الفضايح الجلايخ، كاين الفرق ما بين ما تعطلوش وما بين نوضوا. حشومه صافي حشومه. بقى نفهموا لكم دابا دايرين الرجال حاجه تافهه. السيد عبد الله بن كيران الله يحفظه قال لك بنيتي اولا، اعتبرها بنيته صغيره، اضافه ان قال لهم ما تعطلوش فاش توصلوا الزواج ما تعطلوش تزوجوا. دونك راه بعدا كيعتبرها غير قابله للزواج حاليا، ما قالهاش نوضي تزوجي، قال لها ما تعطلوش، يعني فاش توصلوا وقت الزواج ما تعطلوش. بقى نفهموا لكم الخشيبات، بقى نفهموا لكم. السيد عبد الله بن كيران براسو بنته راه كانت تزوجت وهي كتقرا، مزوجه وهي كتقرا، راه نفس الحاجه اللي كيقولها البنات المسلمين راه كيقولها لبنته. وهنا يتضح جوج ديال الاتجاهات، الاتجاه ديال الوهبي والحكومه واللادين والعلمانيين والملحدين. بنات المغرب باغيين يبقاو بيرات وما يتزوجوش باش يقصروا في البيران، حيت الا بقاو يتزوجوا البنات ويديروا وليداتهم ونحافظوا على الاسره ما غاديش يلقاو من غادي يقصروا في البيران اللي كيمشيو لهم. في اتجاه معاكس كنلقاو السيد عبد الله بن كيران ديما كيحرص وكيقولها وكيفتخر بها، كيحرص على تكوين الاسره، كيحاول يهضر على الحفاظ على الاسره اللي هي اساس المجتمع. ديما كامر الشباب بالزواج وكيقول لهم حافظوا على الاسره حيت هي اللي تخلي المجتمع متماسك. راه مختلفين هادوك الناس اللي هاجموه، الناس اللي باغيين يكثروا بنات الهوى وبنات الزنقه وبنات الدعاره باش بقاو يقصروا في البيران ويعيشوا الحياه ديالهم، وما بين السيد عبد الله بن كيران اللي هو مسلم عنده مراته عنده وليداته، كيامن بداك الشيء ديال الاسلام والزواج والاسره، كيامن به، ما كيامنش بالدعاره والانحلال، ما كيامنش به. دونك ضروري غادي يشجعوا مع الزواج
ولكن راه رغم ذلك قال لهم ما تعطلوش، يعني فاش توصلوا الزواج ما تعطلوش فقط. راه باين، راه ديما كيقولها في الخطابات ديالو، حافظوا على الاسره، تزوجوا الشباب، راه ديما كيقولوش، هذا اول مره يقولها. ولكن دوك البنيتات راه قال لهم ما تعطلوش، يعني فاش توصلوا الزواج ما تعطلوش فقط. حنا راه عارفين، حنا قرينا في الجامعه وعارفين شنو كيوقع في الاحياء الجامعيه برعايه الفكر الشيوعي، الدعاره اللي كتوقع تما ولا الكوارث الطبيعيه. ماشي كاملين البنات اللي كيكونوا في الجامعه يعني ضايعين، ولكن للاسف الشديد واحد البنات هي ما تعفف وهي جالسه في واحد الشومبرا مع البنات كاملين كيخرجوا يقصروا مع اصحابهم وكيرجعوا داخلين. دونك للاسف الشديد هي تصبر، ردوا البال الناس راه كيضحكوا عليهم. السيد عبد الله بن كيران راه ما قالهاش نوضي تزوجها بنيتي، راه قال لها ما تعطلوش على الزواج، فاش توصلوا الزواج تزوجوا، بحكم انه مسلم دونك راه كيشجع على تكوين الاسره عادي جدا، ما قال حتى شي عيب. في المقابل ديال الملحدين وهاد العلمانيين وهاد المنحلين دونك راه باغيين البنات يبقاو لهم في البيران ويعمروا لهم القهوه باش بقى يقصروا بهم، ما هما ما كيامنوش بالزوج اصلا، حتى ولا تزوج راه كتكون عنده 10 ديال الخليلات.